السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه، طبعا دلوقتي اجيب لكم حاجة حلوة كده، وهي الاختراق عن طريق الاي بي فقط، عن طريق ميتاسبلويت. مشروع الاختراق اللي اسمه ميتاسبلويت، اللي هو تبع باك اختراق، وفي منه على الويندوز بس و بدون راوتر. دي اهم حاجة عندنا النهاردة، وهي بدون راوتر. طبعا الاختراق هيكون خارجي، والداخلي مش بيحتاج راوتر او في بي ان. لا، المرة دي بقى هنخترقه خارجي عن طريق الفي بي ان. طبعا اظن الموضوع مش معروف خالص، ولا مش منتشر، ولا حتى الناس كانت بتتكلم. حتى انا قعدت اجرب كتير، وجربت على الباك وكده. بس المرات اللي جايه ان شاء الله في الشرح اللي جاي هيكون عن طريق الباك تراك. هنسطب الفي بي ان على الباك تراك والكلام دوت، ونخترق عن طريق الميتاسبلويت في الباك تراك وبقيه الخصائص بتاعت الباك، مش الميتاسبلويت بس. اول حاجه طبعا بتعمل اتصال في بي ان. طبعا اتصال في بي ان انتوا عارفينه. الشرح هحط لكم رابط الشرح بتاع الفي بي ان، واللي الناس اللي اتفرجت معايا على الدوره، دوره اختراق الاجهزه، انا شرح فيها الفي بي ان، وعامل شرح لوحده للفي بي ان. طبعا الاتصال معروف، وانا عامل كونكتيشن دلوقتي. لو دخلت شفت الاي بي بتاعي، عاملين الاي بي بتاعي تبع الفي بي ان. الاي بي بتاعي ده كمان عشان اعمل اتصال في بي ان. تاني حاجه بتفتح بورت 444، 4 في الفاير وول. يعني بتفتح الفاير وول. طبعا تكون قافل الفاير وول وقافل الانتي فيروس، وبتخش على ديت وبتك على ديت وبتك. طبعا انا فاتح هنا في الميتاسبلويت، هنا ميتاسبلويت اهي، ميتاسبلويت. لو جيت اشوف البورتات هتلاقي ان هنا 1444 144. اظن برضك كلنا عارفين ازاي بنفتح البورتات. بتفتح نيو ديت، وبتختار البورت، وبعدين نيكست، وبتكتب هنا مثلا البورت 444 4 وتختار ديت، وبتكتب هنا نيكست نيكست نيكست، وبتكتب هنا ميتاسبلويت، وبتتك فينش، وبترجع تعملها يعني. وبعد ما اتكيت فينش خلاص بخش تاني، بتك على دي وبتك على دي. انا عملت واحده، وبدخل دي، بعمل واحده نفس كل حاجه، بس بغير دي بس. وبفتح بورت 4 وافتح ميتاسبلويت. هتلاقي ان نزل لك 2 هنا، واحده تي سي بي. بص، واحده هتلاقي عندك واحده تي سي بي وواحده يو دي بي اي. تمام. وطبعا الاثنين بورت 4. ده بورت الميديا. طبعا لو جيت دلوقتي انا كده بورت فتحناه في الفاير وول وعملنا في بي ان. اهم حاجه في الفي بي ان لازم تكون متاكد ان البورت مفتوح، عشان ساعات الفي بي ان بيعلق. فعشان تتاكد ان بورت 4 مفتوح، بتشوف مثلا ايه، تفتح الاكستريمات، وتفتح الاكستريمات كده، تفتح الاكستريمات وتشوف بورت، وتفحص بورت على البورت 82 مثلا، بورت 82. بس مثلا البورت اللي هو 82، اشوف انا فاتح الاكستريمات تمام، البورت 82 مفتوح، يبقى الاربع اربعات مفتوح بتاع الميتاسبلويت. اما لو بورت 1177 لا، تاكد ان بورت 82 مفتوح. انا قلت ليه تاكد على بورت 82؟ علشان البورت ال 82 لو الفي بي ان علق بال 82 بيعلق. المهم دلوقتي نخشوا. بتجيب طبعا الاي بي بتاعك، بتاخدوا كوبي طبعا، وهجيب لكم في تكست انا جاي اعملها لكم فيها الاوامر اللي هنستخدموها. طبعا اول حاجه شو اكسبلويت. شو اكسبلويت ديت بتجيب لك الثغرات بتاعت الاجهزه، والثغرات اللي موجوده على مشروع الميتاسبلويت. فطبعا علشان الميتاسبلويت بطيء، مشروع الميتاسبلويت على الجهاز بيبقى بطيء شويه غير الباك تراك. يعني انت على الباك وبتقدر بقى انت تشتغل عليها عشان وقتنا بس بسرعه. فانا جبت لكم الثغره. هي الثغره ديت يعني طبعا ثغره مشهوره الويندوز اكس بي اللي هو القديم. في ثغرات نازل جديده، وظهرت لي 7 وفيستا. بقى نشرح الشرحات الجايه ان شاء الله. اول حاجه بتتك شو اكسبلويت وتختار الثغره. طبعا انا جبت لكم الثغره على طول عشان الوقت. تاخدها كوبي وتحطها بيست. تمام. تك انتر كده. احنا اخترنا الثغره دي. هو كده تمام، كل حاجه صح. بعدين تاني حاجه بعملها، بجيب سيت الهوست. بحط الاي بي بتاعي. الاي بي بتاعك قلت هتفتح الموقع دوت وات از ماي اي بي ادريس، وبتاخد الاي بي بتاعك كوبي كده،
وتبدله بدل ده تحطه هنا، وبتاخد دي كلها الامر ده كله كده كوبي تحطه هنا بس. تمام. بس الاول للناس اللي هي فاتحه بورت على الباك تراك، اللي هم الباك تراك، تكتب بس عشان تفتح الميتا سبلويت اللي هي ديت، عشان تكتب بس الامر ده، تفتح اللي هو المي اس في كو سي او ان سي او ال اي دوت. تمام. واعمل نفس الخطوات اللي احنا هنعملوها، هتخترق برضك عن طريق الباك تراك، بس انت لو فاتح بورت للباك تراك. وبعدين بتكتب اي بي الضحيه سيت روست. فرق بين الاي بي بتاعه، يعني الكلمه دي بتبقى الاور بس، وبتكتب الاي بي الضحيه دي الاي بي اللي احنا هنخترقوه، وباخده كوبي وبحطه ايه بس. تمام. وبعدين هنخترقه بورت سيت لبورت 4 4. وبعدين بيست. وبعدين بنختاره طبعا الاستخدام، وهتلاقي اللي هو البيلود ديت اللي هو الاستغلالات اللي انت هتستغل بيها. طبعا اظهار البيلود لو عايز البيلود يعني استغلالات تانية بتتك شو بيلود، يعني يظهر لك كل بيلود وانت بتختار براحتك بس الاحسن حاجه اللي هي دلوقتي اللي هي البيلودات بتاعت الميتا اوبريتر. تمام. بنختار الميتا اوبريتر تك انتر. تمام. مش ناقص حاجه كده، احنا خلصنا كل حاجه. لو اتكينا شو ما علينا، احنا كده خلاص خلصنا كل حاجه. بتك على اكسبلويت بقى. انا جمعت لكم كل حاجه في التكست عشان تبقى سهله معاكم. وبعدين بيست اكسبلويت كده هيبدا يتم الاختراق، ونشوفه يقول لنا ايه. زي ما انتم شايفين بدأ يخش ويجرب الاختراق. تمام. طب ثواني كده بس، في مشكلة في الاي بي. تمام. هو بس المشكلة اللي حصلت ان هو شكله الجهاز قفل، فانا هعيد نكتبه البورت بتاعنا، وبعدين الروست تاني بتاعه نعيده بس العملية بسرعة. وبعدين سيد بورت 4 4. بعدين اختراق، بعدين اختار باستغلال حتى انا كنت مخترقه بس العملية ماتت. انا كنت مخترقه حتى هوريكم اكسبلويت عقبال ما يخلص. انا كنت مخترقه هنا حتى بصوا اخترقته اهو بنفس الاي بي اللي احنا شغالين بيه، والجلسة اتفتحت، وحتى خدت سكرين سكانر، خدت سكرين للديسكتوب بتاعه وجهازه، بس العملية ماتت زي ما انتم شايفين. فنشوفه هنا برضك مش عايز. فثواني اروح اجيب اي بي تاني مش على الثغرة، ونجربه قدامكم برضك ايه نكمل الشغل. دلوقتي انا يا جماعة هروح ادور على اي بي. طبعا المشكلة طلعت من الاي بي ان هو قفل تقريبا الجهاز بتاعه. فالجلسة حتى لما كنت مخترقه هنا الجلسة ماتت اتقفلت يعني. هروح بسرعة ادور على اي بي او ادور على ضحية تانية عشان اطبق عليها. انا دلوقتي حصل مشكلة والاتصال ما عملش، فهنعمل ايه؟ هنعيد بقى من اول فين؟ طبعا الثغرة شغالين بيها خلاص اهي، يعني حتى هتلاقي ايه الثغرة مكتوبة هنا بالاحمر. فتكتب هنا الاي بي بتاعك، تاخد كوبي بتحطه هنا. تمام. انا اهو انا زي ما هو زي ما انتم شايفين. وبعدين بروح اجيب الاي بي الجديد واغيره بدل ده. مثلا بكتب الاي بي الجديد وباخدها كوبي واكتبه هنا. انا هقف عند الخطوه دي كده بالظبط، اروح ادور على اي بي تاني وهرجع لكم تاني بسرعه. مش هغيب. مش رجعت تاني. جبت اي بي واحد معانا في الجروب. طبعا الاي بي ده اهو. طبعا معرفش هو الثغره شغاله عليها ولا لا. فانت المفروض الاول بتبحث عن اي بي بالباك تراك مثلا، وتشوف البورتات المفتوحه، بورت 4 4 5، بورت 1 3 5، البورتات ديت. وبعدين يعني بس احنا عشان وقتنا بس هنشرح الحاجات دي في الشروحات اللي جايه. انا عامل الشرح ده بس اثبات اختراق من دون راوتر، بدون راوتر، والاختراق شغال زي ما انتم شايفين. وهنشوفه مع بعض هنا الشروحات. هنجرب بس البورت دوت، نجرب بس الاي بي ده نشوفه ايه النظام، هيشتغل معانا ولا ايه؟ لا. تمام يا رجاله. تمام. وبعدين تطبيق نشوفه ايه اللي هيحصل. ستارت. يا مسهل يا رب. طبعا لو برضك ما نفعش هندور على اي بي تاني ونجرب مع بعضينا تاني نخترقه.
تمام. الاي بي مش مفتوح فيه البورت 445، فمش هينفع ادور على البورت تاني. طبعا انت عشان كده الخطوه دي عشان انا ما فحصتش الاي بي قبل ما اخترقه، انا بس كنت بجرب مع باديكو واوريكم ازاي عشان تتعودوا على الموضوع. اجيب اي بي تاني وارجع تاني بسرعه. معلش يا جماعه والله انا غبت شويه كده، ولكن كنت بدور على الايباد. دلوقتي الثغرات اترقعت وكده واللي بيعملوا ابديت. طبعا انا اخترقت اي بي هو وفتح جلسه، بس هعيد تاني اللي احنا عملناه. بعد ما تفتح الميتاسبلويت وتعمل البورت وتعمل كل حاجه، هنعيد تاني ونكتب طبعا الثغره بتاعت الثغره ديت نكتبها. بعد ما بنكتب الثغره زي ما قلت زي المره اللي فاتت بنكتب الاي بي بتاعك وقلنا بنجيبه منين، شرحنا الكلام دوت من بعد شويه. وبعدين بتكتب اي بي الضحيه وده الاي بي اللي انا لسه جايبه دلوقتي، وبعدين بيست، وبعدين بتكتب البورت كده. بتعمل زي ما التكست ده طبعا هديهولكوا زي ما انتوا فاهمين، زي ما اتكلمنا وقلنا مش هنعيدوا الكلام تاني، احنا بس بنعيد الخطوات ديت عشان اثبت لكم ان هو شغال بفي بي ان من غير راوتر. بعد ما بتكتب بعدين اكسبلويت زي ما انتوا شايفين، يعني مش هتتعب نفسك في حاجه. بعد اكسبلويت بعدين هيبدا الاختراق. طبعا استغفر ربنا عبال ما يخترق. استنى شويه. زي ما انتم شايفين كده هو بدأ كده اخترق. كده هو اخترق، بس عيد العملية تاني عشان انا اخترقته من شوية، عشان في اتصالين في وقت واحد. بس هو اخترق يعني انا عشان مخترقه هنا. زي ما انتم شايفين الجلسة بدأت اهي. تمام، فانا هطلع من الجلسة ديت ونشوفوا ايه اللي هيحصل هنا. تمام. نستنى دي بعد الخطوة دي المفروض اللي هو يبدأ الجلسة. انا طلعت من الجلسة التانية عشان يفتح الجلسة دي، ميحصلش يعني ايه الجلستين مع بعض ميحصلش مشكلة. نشوفوا ايه اللي هيحصل دلوقتي. كلام سهل. تمام، فتح الجلسة زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى جبتلكوا بردك بعض الأوامر اللي انت هتستخدمها بعد ما مثلا نصوروا شاشة الضحية. تاخدوا الأمر وتكتبوا بس كإنتر، وبعدين تستنى شوية. هو المفروض ان انت بعد الاختراق بتستنى مثلا ايه، تستنى مثلا 5 دقايق بحيث الاختراق يتم، وبعدين تكتب الاوامر هتشتغل معاك. يعني كده الاوامر مش هتشتغل. مثلا جميع معلومات الجهاز بتاع الضحية كده. لازم نستنى شوية علشان اللي هي يعني ايه كله يشتغل تمام. في قلنا سكرين هوست. بعد ما استنينا يعني ايه بعد الوقت شوية تمام الصورة هي فتحت. تمام، بيقولك سيف تو سي ميتاسبلويت. الصورة اتسيفت في المكان دوت والصورة اتفتحت معاك. زي ما انتم شايفين دوت جهاز الضحية مش عارف بيعمل ايه. فرع الهرم مبيعات الفرع الكاشير موزع طبقة للطريق السادات. يعني ممكن نعمل صفقاية من الجهاز ده، ما علينا. زي ما انتم شايفين تم الاختراق بنجاح. ونشوف شاشة سطح المكتب بتاع الضحية. انتوا شايفين بردك نصوروا صورة تانية بجهاز المعلم برنس الليالي ان احنا تم اختراقه عن طريق يبقى من النهاردة زي ما قلت كلنا هيبقى الاختراق لينا. زي ما انتوا شايفين اخترقنا عن طريق الميديا. انتظروا بقى الشرح الجاي وهو
الاختراق عبر الباك تراك. يعني هنسطب الفي بي ان على الباك تراك، وهيتم ونفتح البورتات كلها ونعمل اتصال في بي ان على الباك تراك ذات نفسه. يعني هنسطب الفي بي ان على الباك تراك وهنعمل كل دوت. بس استنونا على جهاز الشرح ده. زي ما انتم شايفين تم الاختراق عن طريق الميتاسبلويت بتاعت الجهاز، عن طريق الفي بي ان، وبدون راوتر وبدون حاجه لفتح بورتات في الراوتر ولا اي حاجه. ونجحت العمليه، وتقدر ان انت بردك تعمل يو ابليد للسيرفر بتاعك وتحوله على الريد بتاعك، تحول الضحيه على الريد. مش فاضل حاجه ان انا اشكركم طبعا، ومتنساش اللايك زي السكريبت اذا عجبك الشرح يعني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.